صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم. نبدأ بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في ملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم بجاسي اللي شغال في مال هلالي بودي جارد، وهو هنا في لندن ما بيروحش الهند من 15 سنة. لقى واحد صاحبه بيشرب سيجارة وهو دنيتهم بتمنع الكلام ده. قعد يوبخوا صحابه، قعدوا يتريقوا على جاسي، وقامت العركة بعد الهزار. فكوا العمة بتاعته، عمته زي شرفه. العمة طارت من عليه كده يا جماعة وقربت من الواد ده، ضربته علقة. العمة هي اللي بتضربه، ما علينا. قعد يضرب فيهم ويضربوا فيه وشلوحهم. ناموا على الأرض. جاي يمشي قام واحد عشان يضربه، لقى الواد بثان بيشيله على ايديه وبيلف بيه. قام جاي شايله وعلى ظهره ورميه، وحضنوا بعضيهم. وجي صاحب المحل اللي هو عم بثان زعلان جدا من المحل اللي اتكسر، وقال له يا ابني روح بلدك، كفايه كده، ارجع على الهند. قال له لا مش ممكن ده يحصل، ده عار. قال له طب امسك، الحكومه بعتها لك الورقه دي بتقول ان عندك حته ارض في منطقه باغوده لازم تروح تبيعها ب5 مليون روبيه، وانا كده قلت اللي عليا. حتة الأرض ديت كانت في مشكلة بين عيلتك وعيلة اسمها ساندو اللي قتلوا أبوك، وكان بينك وبينهم طار مازال لحد دلوقتي. فأنا بنصحك بعد الفيلم ده كله إنك ما تروحش. ودي عيلة ساندو اللي مستنية الطار بتاعها، ودي أم بيلو اللي بتحطه وتشيله، تديله البندقية وتقول له اقتل ابني الراجل ده، ابني راندو. لا مفيش حد هنا إلا راندو المقتول، وراندو وامه مشيوا وهربوا. قالت له طب هنعمل ايه؟ قال لها انا لا هتجوز ولا هتم العرس بتاعي لحد ما اخد بطار ابويا. الموضوع انتهى يا وليا. واخواته دول واحد بيشرب لي مش عارف ايه، وواحد بياكل لي الايس كريم ليه. قال لهم محرم عليكم لحد ما ناخد طارنا، وانا مش متجوز. هنا العروسه وقعت اغمى عليها من الصدمه، وقع سودا ومطينه بطين. اقعدي بقى يا حاجه استني. نرجع لجاسي، وهنا الراجل عمال يحكي له القصه بتاعته كلها، والطار اللي عليه والطار اللي ليه. وحن من كلامه وقال له يا ابني خليك هنا احسن، ناكل عيش وملح وما تروحش هناك تتبهدل يا حبيبي. اسمع كلامي يا ريس. قال له اوكي، ناكل عيش حاف ونتغطى باللحاف. قعد مع صاحب بسان، قال له يا عم انا هروح هناك وخليك هنا، سيبك من الكلام ده. اروح ابيع الارض صد رد واجيب ال5 مليون روبيه ونيجي نتمتع بيهم هنا. قال له يا عم اجي معاك؟ قال له لا ما تقلقش، الموضوع بسيط، ما تسمعش كلام عمك. وهنا قرر فعلا ان هو يروح منطقه باغوده في الهند عشان يبيع الارض ويجيب الفلوس ويرجع. هنا القصة هتبتدي، واللي فات بطاطا واللي جاي عند خالتي قطاطا. وده بيلو اللي راح المعبد ومسك الكان هيضربه، بيقول له اوعى تتجوز البنت اللي انا بحبها اخلص عليك. قال له العيب في اخوها يا معلم. اخوها قال له ما انت سايبها بقالها 25 سنة، ده بقت عانس. جت البت قالت له ما تقلقش يا بيلو، انا كده كده مش هتجوز حد غيرك، ما تتجوزني الوقت يا اسطى ونخلص من الفيلم ده. قال لها على عيني يا حبة عيني، انا مش ممكن اتجوزك الا لما اخد بطار ابويا من عيلة ابن راندو، او اقتل ابن راندو يا ست الناس. قالت له وانا معاك. في الوقت ده العيلة دي كلها عيلة بيلو اللي هي اصلا عيلة ساندو اللي لهم الطار عرفوا ان ابن راندو جاي هنا عشان يبيع حتة الارض بتاعته، وقالوا هنخلص عليه. وده واحد سمسار عقارات، سمسار اراضي داخل بيتهم، واللي يخش بيتهم هنا بيكرم ويعتبر زي الاله بالنسبه لهم. داخل المكان جاي بيعدي رجله روث حيوانات. قال له معلش يا باشا عملتها البتاع واحنا هننضف المكان. والواد ده السمسار عمال يتنك عليهم ويتني ويتنفض، وبيلو عمال يعامله بأدب جامد جدا. قال له احنا هنا بنعامل الحيوانات زي البني ادمين. قال له بأمارة ما انتوا رابطين الحاجة دي مش دي امك برضه يا بيلو؟ وقعد يضحك ويتريق عليه. بدأ بيلو يتنرفز ويتجنن. بعد ما خلص لفته في البيت بيلو خلاص شايط،
مجرد ما هيطلع الواد السمسار ده من البيت هيتظبط. فعلا حط رجله بره، مسكه علقه ورفعه من رجليه وقعد يبهدل فيه وقال له انت انتين وانت عيلتي ولازم تاخد جزائك. فضل رفعه كده يا جماعة وهيرزعه رزع بصل في الانترلوك اللي قدام البيت. كسر الانترلوك ازاي معرفش، ما علينا. وقال له الراجل اللي معاه ما تقلقش احنا مش هنقتله اكراما ليك، اوعى تشيل هم. والمعلم جاسي بقى وراح في طريقه. هنا القطر اللي هيركبه وقف قدام القطر لقى واحد قاعد في مكانه. قال له يا ابني قوم ده مكاني. مش راضي يقوم، قام قاعد على رجله. قال له عاب يا عم تقعد على رجلي. قال له ما انت مش عايز تقوم. جاسي بص من القطر لقى بنت واقفه كده عايز يشوف وشها، بنت اموره. فعلا لفت كده اوبا يا باشا بقى مغرم صبابه يا بابا. جدا بالقطر قال يا رب تدخل القطر والنبي. فعلا البنت هنا عشان تدخل القطر ماشي، قعدت تجري وراه رغم ان في باب ورا ممكن تخش منه، ما علينا. فضلت تجري ومطلع ايده كده من القطر عشان ياخدها ويدخلها القطر تركب معاه. وهي بتجري هو واقف على القطر مد ايده. هنفضل كده كتير مستنيين، انا زهقت والله العظيم. فحط له خد منها الشنط. وبعدين يا عم الحاج بتمد ايدها وبمد ايده مش عارف يمسك ايدها، ما علينا. في الاخر هيمسك ايدها ويشدها يدخلها جوه. دخلت هي جوه بتزعله وهو طلع لبره برضه ازاي ما اعرفش عادي. قاعد يجري هو رغم ان جنبه باب مش مشكله رايح لها، فاكر انها تمسكه وتدخله. دخلت جوه طلع له الاستاذ حبيب قلبه اللي كانوا عاملين مشكله مع بعض جوه. هي شدت فرمله القطر وقف القطر على طول. وطلعت من القطر بتكلمه. قالت له المفروض كنت شديت الفرمله ووقفته بدل ما كنت انا عماله اجري. وعماله تبوق فيه ودخلت القطر وسابته. ورجعت له تاني قالت له اتنال عين اهلك وادخل بقى اقعد ساكت. دخل فعلا القطر واقف مع الواد صاحبه ده اللي عرفه في القطر، وهي قاعده في مكان الواد جاسي. والواد اللي واقف معاه عمال يبص لها كده ويغمز لها. مسكته ظبطته وهزقته. هنا جاسي قام جاي مديله بالقلم على وشه. قال لها ايه رايك؟ قالت له اوكي كده تمام قوي. بدأوا يجاوبوا بعض والامور تبقى تمام. قال لها ارمولك من القطر كمان؟ قالت له لا خلاص ما عليك انت. قعدت تضحك جري عشان يروح يقعد معاها. وفعلا قعد معاها في القطر وقعدوا يضحكوا مع بعض ويتعرفوا على بعضيهم. قالت له انا اسمي صوفي. قال لها وانا كمان اسمي جاسي. اهلا بيكي اهلا وسهلا. والمعلمه صوفي هنا معاها كاميرا جميله جدا بتصور بيها كل حاجه تشوفها. هو عمال يلوك في الفاضي وفي المليان عشان يجذب انتباهها. وفعلا بدأت تعجب بيه بكلامه وعمالة تصور كل حاجة بتشوفها جميلة قدامها. وعجبها منظر الواد جاسي عمالة تصور فيه. مروا بالقطر هنا في المحطة لقوا في ناس بتبيع جوز هند. بتبص عليها كده قال اما اجيب لها جوز هند عشان تتبسط مني. الواد بيبيع له بيكلمها هوب قال له خد الفلوس دي. قال له استنى. قال له يا عم خلي بالك علشان بيرسم قدامها. قالت له باي باي. هنا الواد عايز يقول له خلي بالك جوز الهند مش هيعدي من الشباك، ماهوش واخد باله، جاي يدخله مش عايز يدخل. بدأت هنا قصة الجوز هند اللي مش عايز يدخل من الشباك. هي عمالة تبص وتضحك عليه وهو مسبهل ومش عارف يعمل حاجة. الناس نفسهم بيتفرجوا عليه وهي عمالة تصوره. زهق رماها جت في العمود وردت مسكها تاني بايده التانية من القطر. ازاي ما اعرفش ما تسألونيش. كل اتفاجئوا حتى هو متفاجئ والمخرج كمان متفاجئ والمؤلف ما كانش قصده كده. لا مش قلتلك ان انا هعرف ادخلها. وهنا المهم حط ايده على دماغه كده وبيحلم بقى انه بيرقص مع المعلمة صوفي وعايش حياته. وهي واقفة قدامه عمالة تصوره بالكاميرا وهو تايه في ملكوت الله وعمال عايش حياته معاه في الأحلام. دماغه تعبانة. قالت له فوق يا فاروق احنا وصلنا. قال لها الشنطة انا هديهالك ازاي تشيلها وانا موجود. فعلا وصلها بالشنط بره وبياخد شنطته وشاف الكاميرا هي نسيتها. بيشد الكاميرا هنا بيحاول يطلعها مش عارف ماهوش قادر يشدها. نزلت المعلمة صوفي ونتفاجئ انها اخت بيلو ابن ساندو اللي لهم طار عند المعلم جاسي وقعة سودة. وهنا الواد بوبي ده شغال دكتور وصاحب سفر جدا وفاكرين انهم بيحبوا بعض وهيجوزهم لبعض. وهي عماله تبص ناحيه القطر وهو مستغرب ولا بتبص على ايه. قالت له ما تدقش. قالت له بعد اذنك يا اخويا ما انا همشي مع بوبي في العربيه. وهنا المعلم خد الكاميرا ونازل من القطر ما لقاهاش.
قال لها انت كنت عمالة تبص على القطر اللي بيتصل بيه اخو بامي اللي هو ابوه، يعني بامي دي صاحبة بيلو، بتحب بيلو تبقى عمة الواد بوبي، لفة كده ملناش علاقة بيها. بتكلمه بتقول له اقنع صوفي ان انت تتجوزها، عايزة تقرب من بيلو بأي شكل، وصوفي ماسكة التليفون وعمالة تتكلم معاها. بتقول لها لا ما تقلقيش هنعمل لك اللي انت عايزاه، وبتضحك وتهزر. وجاسي هنا راكب جرار كده محرات وعمال يصور في كل الزرع اللي موجود في المكان. عدى على ناس كده شاربين مخدرات وليه ما نعرفش، وبيسألهم على بغودة، منطقة بغودة اللي فيها حتة الأرض. لقى واحد واقف راح بيسأله، ده اسمه توني. توني ده أخو بيلو. بيلو ده اللي هو ابن ساندو، يعني ساندو له مطار عنده. فالمهم ما هوش عارف بيكلم مين، فقال له ممكن تيجي معايا واوصلك بالعربية. عمالين يدردشوا مع بعضيهم، والمهم ضحكة من هنا وكلمة من هنا، خدوا على بعض وخلاص واتبسطوا من بعضيهم. قال له ما شفتكش قبل كده؟ قال له لا بس انا من هنا من البلد من زمان، بس كنت مسافر. انا جاسي يا ابني راندو. ساعة ما يقول له اسم راندو ده يعرف ان المعلم ده اللي هو مطار عنده. فعلا وقف العربية، وهنا خلاص بيفكر في قتله. قال له وقفت ليه؟ قال له لا ما تقلقش العربية عطلت. قال له افتح لي كده الكبوت انزل اشوف لك فيها ايه. وهنا المعلم توني بيفكر يقتله ازاي. طلع المسدس بتاعه من جيبه عشان يشوفه ويضربه طلقة ويخلص عليه. فعلا هو بيبص فيه ملقاش فيه طلقات، دي كانت المشكلة. جه المعلم جاسي قال له جرب كده، دارت العربية، لكن استغرب ان لقى ملامح وشه متغيرة. قال اللي حصل معرفش. فضلوا يجروا بالعربية كده. قال له استناني لحظة كده يا باشا وجاي لك. راح يشوف طلقات عشان يحطها في المسدس ويخلص عليه. عندك يا ابني طلقات؟ قال له مفيش. انت يا ابني عندك طلقات او عندك البندقية شغالة؟ قال له ما عنديش. رجع ما لقاش المعلم جاسي قاعد في مكانه، وكان خد بعضه ومشي. ركب في عربية أجرة، هو خد سيف كده وقعد يجري وراه أو حتة سنجة. كل ما يجري في مكان يحصل له مشكلة، والمعلم ده عايش حياته مش دريان بحاجة. والمعلم توني بيجري وراه عشان يخلص عليه. المهم ان هو اتشلوح كده وباظ وخد رفسة من حمار ظبطته. جاسي وصل كده لقى واحد فلاح بيسأله على حتة الأرض اللي في المنطقة. قال له يا عم سيبك من بيع والشراء بتاع الحكومة، ده روتين هياخد منك وقت. روح لواحد اسمه بيلو، ده اللي هيخلص معاك المصلحة وهيشتري منك كل حاجة. راح هنا معبد بيتعبد ويعمل القربان بتاعه. اتكسرت جوزة الهند، جت في دماغ بيلو ازاي ما نعرفش برضه. اخو بيلو بيقول له ازاي تعمل كده؟ قال له يا عم ما اقصدش. هنا بيلو قال له ما تقلقش يا عم ما يقصدش. ودي كانت نهاية الجزء الأول. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في الجزء الثاني. باي يا بشر.